والنصر لدين الله عز وجل. الله أكبر. ونحن نلبي شعيرة من شعائر الله عز وجل في هذا اليوم العظيم المبارك. الله أكبر. وقد ضل الله تعالى أعداءه من أبناء القردة والخنازير. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، أحباب الله، هذا هو عيد الأضحى المبارك، عيدنا أهل الإسلام، العيد الذي فيه لبى المتلبون الذين لبوا نداء الله تعالى، لبوا نداء الله تعالى وتضرعوا له سبحانه وتعالى ملبين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إخوة الإيمان، أحباب الله، في هذا اليوم العظيم المبارك، هذا اليوم عظيم وهو يوم الحج الأكبر الذي يجتمع فيه الحجاج ملبين نداء الله تعالى لمناسك الحج. وكما يقول الحق سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إخوة الإيمان، في هذا اليوم الذي نفرح فيه لأننا نؤدي فريضة من الفرائض التي فرضها الله تعالى علينا، فريضة الحج، في هذا اليوم الذي نحن نفرح فيه، لكننا أيضا بنفس الوقت نحزن حزنا شديدا لأننا نعاني ويعاني أحبة لنا في غزة هاشم، في كل فلسطين، يعانون من الويلات، يعانون من وطء المحتل الغاصب الذي لا يعرف الرحمة ولا الشفقة. في هذا اليوم العظيم إخوة الإيمان الذي ها نحن فيه قد اجتمعنا وصلينا صلاة العيد ونجلس لخطبة العيد، أحبة لنا في غزة هاشم اجتمعوا على قصف العدو الغاصب قد قصفوا من قبل أعداء الله تعالى من بني صهيون. نعم، نحن نفرح في هذا اليوم، لكنهم هم يبكون على أحبتهم، نعم على أبنائهم، ولكن رغم الجراح، رغم الآلام التي يجزيها شعبنا الفلسطيني، يجب علينا أن نحيي شعائر الله تعالى، أن نفرح بإذن الله تعالى، فلنستبشر خيرا بوعد الله، بنصر الله، بعزة الله. لو كسر المدفع سيفي فلن يهدم الباطل حقي، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، كان مندحرا بإذنه تعالى. فالنصر قادم، نعم، واستبشروا خيرا بوعد الله. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين، وبشر المؤمنين. إخوة الإيمان، أحبتي في الله، من الشعائر العظمى التي يتقرب بها المسلمون في